السلام عليكم. عندك فايلات كتير عايز تعمل لهم باسورد مرة واحدة، أو عايز تقلل مساحتهم عشان توفر مساحة على جهازك أو عشان تعرف تنقلهم أو تبعتهم لحد. عندك فايل مش عارف تبعته عشان مساحته كبيرة، عايز تقسمه لفايلات تانية صغيرة تعرف تبعتها. كل ده هنعمله النهاردة ببرامج الضغط. هناخد شوية فايلات نحطهم في ملف واحد مضغوط ونعمل عليه باسورد، ونكتب عليه كمان تعليق عشان لما تفتحه بعد كده تلاقي التعليق ده مكتوب، أو لما تبعته لحد يفتحه يلاقي التعليق ده مكتوب. ولو عندك فايلات مهمة عايز تحافظ عليها من الفيروسات حطها في ملف مضغوط بباسورد، ساعتها الفيروسات مش هتقدر تخش جوه الفايل ده وتضرب الملفات اللي جواه. هنقسم الفيديو جزئين، جزء لللابتوب وجزء للموبايلات. يلا بينا. اشرب برنامج ضغط على الويندوز هو الوينرار، هننزله من الموقع بتاعه ونعمله انستول. ده شكله. هناخد الملفات دي وهنضغطها ونعملها بباسورد. نحدد الفايلات اللي احنا عايزين ناخدها، كليك يمين، وينرار، add to archive. هنا هو بيقول لنا عايزنا نحط اسم للفايل، وهنا هنختار درجة الضغط، هل ضغط عالي جدا ولا هنا مفيش ضغط خالص، هو بس يجمعهم في فايل واحد. هنخليه نورمال عادي. وهنا set باسورد، هنحط الباسورد. وفي هنا encrypt file name، دي معناها ان انت لما تيجي تفتح ملف الضغط يطلب منك الباسورد قبل ما يوريك الاسامي. تعالوا نشوف الفرق بينهم. احنا هنا مش هنعلم عليها، ندوس اوكي واوكي، وضغطهم اهو. هنفتح الاسامي باينه، بس اي ملف تيجي تفتحه هيطلب منك الباسورد. كنسل، ناخدهم تاني. نيجي بقى في سيب باسورد نعلم عليها اوكي. بص بقى الملف التاني ده، لما جينا نفتحه طلب الباسورد الاول، ما جابلناش حتى اسامي الفايلات. وممكن بقى واحنا بنضغط نحط كمان كومنت. من هنا نكتب الكومنت اللي احنا عايزينه. اوكي، نلاقي الكومنت مكتوب هنا اهو. فاحنا مثلا لو عايزين نضغط الفايل مجرد تخزين ممكن نعمله ونكتب باسورد في الكومنت، بحيث ان احنا نفتحه اي وقت نلاقي الباسورد موجود. ولو احنا عندنا فايلات خايفين عليها من الفيروسات نحطها في فايل مضغوط ونحط عليه باسورد، فلو الجهاز اتفيروس لاي سبب الفيروس مش هيقدر يفتح الملف ده ويضرب الحاجات اللي جوه، وبرده الانتي فيروس مش هيقدر يفتح الفايل ده ويتشيك الحاجات اللي جوه. ولو عندنا عدد فايلات كبير عايزين ننقله، الافضل ان احنا نضغطه في ملف واحد وبعد كده نبعته. حتى لو الضغط ده مش بيقلل من مساحته، فالويندوز لما بيتعامل مع ملف واحد كبير بينقله بشكل اسرع من ملفات كتير صغيره. وطبعا لو عايزين نفك اي ملف منه هنعمل عليه كليك يمين وينرار، يقول لنا بقى نفكه فين. او ممكن نعمل كليك يمين وينرار، هيعمل فولدر ويحط فيه فايلات. طب لو عندنا بقى فايل كبير وعايزين نقسمه، ناخد دول مثلا من هنا بقى. هنا مثلا هنكتب 1 ميجا، او ممكن مثلا لو فايل كتير جدا يبقى جيجا او اقل، هنعمل 1 ميجا ونسميه اوكي. هو قسمه لنا لفايلات، 6 فايلات، كل واحد فايل منهم 1 ميجا. كده نقدر نبعتهم بسهولة، والطرف التاني يحطهم في فولدر واحد ويعمل على اي فايل منهم كليك يمين اوبن، فتحه ويقدر يتعامل معاهم عادي جدا، ويقدر بقى من هنا يفكهم في اي مكان تاني. وفي اوبشن مهم جدا، create sfx archive، ده هيعمل فايل .exe بحيث ان الجهاز التاني اللي انت هتبعت عليه الفايل ده لو مش متسطب عليه الفايل هيفتح برضه عادي. تعالوا نشوف. اوكي، عامل لنا فايل اكسي كده، احنا مش محتاجين الوينرار عشان نفتح الفايل ده. بيقول لنا نحط الفايلات فين،
هعمل فولدر 4، نفك، اعمل لنا الفولدر اهو وجوه الفايلات، مش محتاجين يكون الوين رار متسطب. كده احنا خلصنا اللابتوب. نروح بقى نشوفه على الموبايل. احنا دلوقتي على الموبايل البرنامج اسمه رار، هنسطبه، نقول اوبن وهنلاقيه هنا اهو. اول ما نفتحه هيجيب لنا كل الفولدرات اللي عندنا. هنخش على الفولدر اللي فيه الفايلات اللي احنا عايزينها، هنعلم على الفايلات اللي احنا عايزين نضغطها وندوس فوق علامة الزائد. هنا لو هنحط باسورد، ودي لو عايزين نخلي الفايلات اسمها كمان ما يبانش غير لما نحط الباسورد، ندوس اوكي. ادفانسد، هنا لو عايزين نقسم الفايل لأكتر من فايل على حسب الحجم. كومنت، هنا لو عايزين نكتب كومنت ندوس اوكي. بس كده هو عمل لنا الفايل اهو، ندوس عليه نخش عليه على طول. عايز الباسورد كده، هو خلاص كده فتح الفايل. 3 نقط دول، نخش على انفو، ده الكومنت. كده ببساطة يبقى احنا عملنا الفايل المضغوط. لو عايزين نفكه هنعلم عليه ندوس فوق، وهنا بيقول لنا هنفكه فين. هنختار نفس المكان عادي ونسمي فولدر. اوكي، طلب الباسورد، اوكي. وكده خلاص فكه في الفولدر ده اهو. كده ده الفولدر وده الملف، دي الملفات القديمة. كده احنا شفنا برنامج الضغط على الموبايل وعلى اللابتوب. كده يبقى خلصنا فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. متنسوش الشير عشان اصحابكم تستفاد، ولو في اي برامج او مشاكل عايزين نتكلم عنها اكتبوا لنا في التعليقات، واشوفكم في الفيديوهات القادمه. مع السلامه.